السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ وحشتوني. كل سنة وأنتم طيبين. هنعمل النهاردة إن شاء الله بأمر الله مع بعض قطعة لحمة كده، يعني شرايح اللحمة بصوص بني خطيرة بطعم حكاية. إن شاء الله هيخليكي كده تحسي إن أنت أول مرة تاكلي لحمة بالجمال ده. والقطعة اللحمة هتدوب في البق كده ذوبان، بإضافات بسيطة جدًا، جدًا، هتحافظي على طعم اللحمة، مش عاوزين نحط إضافات تغيّر معانا طعم اللحمة خالص. حاجة كده وبصوص كده اللهم بارك، رائع، 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 خطير يا حبايب قلبي. بأبسط وأسهل طريقة هنعمل قطعة لحمة وشوية صوص كده هتدوب في البُق دوبان، وشوية صوص هيودوكِ كده في عالم تاني. هنشوف مقاديرنا المقادير معانا بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. معايا إكليل جبل أو روزماري وتوم وشرايح اللحمة سواء كانت بفتيك أو steak. قطعة اللحمة أو حتى لو أنت عندك قطعة لحمة ممكن تقطّعيها شرايح كده بالشكل ده. وأهم حاجة أنا اللحمة دي كانت عندي في الفريزر، طلّعتها هي نُص فكَكان كده عشان ما انزّلش السائل اللي فيها ده بروتين مش دم يا حبايب قلبي خالص. وهاعمل لها شرايح كده بالشكل ده طول وعرض كده، بالضبط، بالضبط أبسط تشبيه كده أمّا نكون بنقطّع المانجا عشان نعملها مكعبات، بس ما بنفصلهاش للآخر، يعني بنعملها من على الجهتين الاتنين وما بننزّلش السكينة للآخر. بتتقطّع كده والفتحات ديّة كده مش هنرُش فيها ولا هنضيف أي إضافات غير غير الفلفل الأسمر. أنا مش باضيفها يا حبايب قلبي، وجرّبوها وإن شاء الله هتدعوا لي. وباقلّبها كده كويس جدًا، جدًا، بادعكها بالملح من الجهتين الاتنين. وباستنى عليها شوية كده على ما أولّع البوتاجاز والطاسة معايا أو الwok أو الgrill يسخن كويس جدًا، جدًا. هاسيبها كده شوية ما فيش أي، طبعًا أنا مش باتبّلها يا حبايب قلبي ولا بمَيّة طماطم ولا بمَيّة بصل ولا أي حاجة، أنا عاوزة أحافظ على طعم قطعة اللحمة كده يبقى حكاية بُق كده، اللهم بارك. معايا الجريل بتاعتي أو الطاسة أو الwok، ولو عندي طاسة أو جريل كده اللي هي الزهر أو الحديد ديّة بتبقى جميلة جدًا، جدًا، كل ما بتكون سميكة بتبقى تحفة في التسوية. وأنا معايا الجريل بتاعتي ده اللهم بارك تقيلة وجميلة فأدّت نفس الغرض بالضبط. حطيت معلقة كده من الزيت، وحطيت معلقتين كبار أو مكعبين كبار من الزبدة. كل أمّا بتكون نوعية الزبدة جيدة باخد طعم خطير في قطعة اللحمة. الزبدة بتخلّي معايا قطعة اللحمة طرية وjuicy كده حبايبي. ولازم الwok أو الطاسة تقدح كويس جدًا، جدًا لوحدها، وبعد كده بالمادة الدهنية اللي معايا اللي هي الزيت والزبدة، عشان أقفل المسام على طول بتاعة قطعة اللحمة معايا. اللهم بارك، خطيرة. ومن وقت للتاني كده ممكن تشيلي من الزبدة ديّة اللي هي السايحة أو المادة الدهنية اللي معايا دي، وتحطّي على قطعة اللحمة معايا اللي هي البفتيك أو الsteak حسب القطعة اللي عندِك. لو كده من وش الفخدة تقطّعي كده شرايح اللهم بارك، تقولي للجزار جميلة جدًا، جدًا. بعد ما قلّبتها على الوش التاني يا حبايبي ما باضيفش ملح خالص دلوقتي. هنشوف مع بعض كده إن شاء الله إمتى هنضيف الملح. حطيت إكليل الجبل وحطيت التوم، والتوم ما حطيتهوش في الأول عشان أنا مش عاوزة أحرقه معايا، مش عايزاه يمرّر. حطيته بعد ما قلّبت اللحمة على على الوجه التاني كده بالضبط بالشكل ده. وهاركن اللحمة معايا على جنب اللي هي أخدت الصدمة من على الوشين بالشكل ده. وهاحط باقي الكمية اللي معايا، ومن وقت للتاني أقلّب اللي أنا ركنتها ديّة عشان ما تتحرقش معايا يا حبايب قلبي، ولونها يغمق أو تاخد طعم يعني المحروق كده معايا. عاوزة برضه أركنها وأتابعها على ما الجزء التاني ياخد نفس الصدمة من على الوشين الاتنين. هابدأ أقلّب كل الكمية مع بعض، وأضيف لها هنا مَج واحد من المَيّة تكون مغلية يا ريت، يُفضّل إن هي تكون مغلية عشان ما أحطّلهاش مَيّة باردة وتجمد أو تجلِّد معايا حتى لو كانت اللحمة صغيّرة. هتجمد معايا المَيّة الباردة هتجمّدها معايا. وهنا حطّيت بعد ما اللحمة طبعًا باحط لو احتاجت أكتر من مَج باضيفه لها بالشكل ده يا حبايب قلبي. وجِبت هنا معايا معلقة كبيرة أو معلقتين من على حسب الكمية اللي أنا عايزاها للصوص من النشا. النشا دي بتدّي لمعة خطيرة. وحطّيت يا حبايب قلبي بس معذرةً أنا باقولها لكم عشان أنا يعني الكاميرا كانت مقفولة وأنا ما أخدتش بالي معذرةً. حطيت معلقة، تحط معلقة واحدة في هنا بقى لمّا لقيت عشان ما نتخطاش المراحل. هنا أول اللحمة ما لقيتها اللهم بارك استوت ودابت معايا ما بتضيفيش مَيّة بقى تاني خالص، بيكون شربت كل يعني كمية المَج اللي معايا واستوت، لأن اللحمة كانت معايا اللهم بارك صغيّرة. هنا كده يا حبايب قلبي كنت ضِفت معلقة واحدة من الدقيق
بعد ما شِلت اللحمة، بس الخطوة ديّة يعني الحمد لله رب العالمين ما ظهرتش. معلقة الدقيق يا حبايبي بتدّيني قوام جميل جدًا، جدًا، والمعلقة النشا ديّة بتدّيني لمعة وقوام غير طبيعي. جرّبيه وإن شاء الله هتدعي لي، معلقة الدقيق مع معلقة النشا ديّة، وممكن تدوّبي الاتنين في المَيّة. يعني جميلة جدًا، حتى لو ما حمّصتيش معلقة الدقيق ممكن تدوّبوها في المَيّة. وبعد ما الصوص ده بقى كده بالتوم، طبعًا التوم كان سليم ومتحافظ على قوامه، ما اتحرقش ولا حاجة خالص، هرسته كده في الصوص وسِبته لمّا تقل واستوى معايا اللهم بارك. حطيت شرايح اللحمة أو الsteak أو البفتيك، كمّلت طبعًا هي مستوية عندي تمامًا، شربت من الصوص كده والصوص شرب من طعم اللحمة، وكل اللي في الجريل اللي معايا طلع بقى معايا في طعم الصوص، حاجة كده دايبة دوبان، مع شوية رز أبيض، رز مبهّر حسب ما تحبي وحسب ما تفضّلي، ممكن تعملي معاها خضار كده يعني sauté. إن شاء الله تعملي الطريقة وتجرّبيها وتقولي رأيِك كده في الكومنتات، بأمر الله يا حبايب قلبي هتعجبكم جدًا، جدًا. توابل بسيطة جدًا، ملح وفلفل بس، أنا عاوزة أحس بطعم قطعة اللحمة. إن شاء الله هتعمليها بطريقتي وهتدعي لي، الطعم حكاية، فطار في رمضان، في عيد الأضحى، في أي مناسبة، هتشرّفِك وهتبهرِك كده بأمر الله تعالى. لو أول مرّة تشوفيني يا ريت، يا ريت ما تنسينيش من الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وcomment، ودعوة حلوة كده، أنا في أشد الاحتياج ليها. يا رب، يا رب يا حبايب قلبي إن شاء الله أكون فدتكم ولو بمعلومة واحدة كده صغيرة، ت ت إن شاء الله، إن شاء الله تردّوا لي كده الاستفادة ديّة بcomment كده وlike. عاوزة like كتير، 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 وcomment كده جميل من قلوبكم الطيبة. إن شاء الله يا حبايب قلبي تجرّبوها وتعجبكم كده بأمر الله تعالى. وما تنسوش الدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم